أهلا بكم في قناة فيلم سكريبت. النهاردة هنلخص فيلم شاب عثر على كرة سحرية فمكنته من السيطرة على العالم كله. بس قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس طبعا، وده عشان يصلك كل جديد. فيلمنا بيبدأ النهاردة ببطل الفيلم بتاع النهاردة وبيكون اسمه جوكو، وبيكون جده بيعلمه الفنون القتالية علشان يقدر ان هو يهزم اصدقائه وهم بيتنمروا عليه. ولكن اثناء ما هو بيتكلم مع جده بيقول له انا محضر لك مفاجأة بمناسبة عيد ميلادك النهاردة، وبيديله صندوق غامض جدا كده وبيكون موجود فيه كرة سحرية، وبيقول له ان مفيش الا 7 كرات موجودين في العالم من الكور ديت وان انت لازم تحافظ عليهم. وهو بيكون رايح للمدرسة بالبسكليتة بتاعته، ولكن أثناء ما هو بيركن العجلة بتاعته بيتفاجئ بأن أصدقائه دخلوا عليه بالعربية ودمروا العجلة بتاعته، وهو بيكون متضايق جدا. ولكن بيفتكر كلام سيده وهو بيقول له ان انت ما تمسكش مشاكل في المدرسة عشان ما تترفتش منها، وهو بيكون غضبان جدا ومش عارف يعمل ايه. وبتنتقل بنا الأحداث لكائن غريب بيكون معاه كرة سحرية وبيرميها على جزء من كوكب الأرض فبيدمرها، وبيكون هناك على نفس الجزء دوت بتكون بومر موجودة هناك وهي من بطلة أفلام النهاردة، وبتلاقي زي كرة سحرية كده وبتكون بولما مساعدة الكائن الغريب بتدور عليها عشان تاخد منها الكرة السحرية. ولكن أثناء ما هي بتدور عليها بتطلع لها بومر وبتقول لها أنا عارفة أنت عايزة إيه، خد الكرة السحرية بس ما تقتلنيش وما تقتليش أبوي. وبيكون طبعا الكائن الغريب فرحان جدا عشان لقى أول كرة سحرية. ولكن أثناء ما جوكو بيكون موجود في قلب المدرسة بيكون بيحب صديقته تيشي وبيكون عايز يدخل معاه في علاقة حب، ولكن هو بيتخيل كل دوت اوهام في دماغه. وبيتفاجئ بان المدرس بيقول له يعني ايه الكسوف الشمسي، ولكن هو بيقعد يتأتأ كده وما بيعرفش يقول يعني ايه الكسوف الشمسي. ولكن اثناء ما صديقته تيشي بتفتح باب الخزنة بتاعتها بيكون معصلج معاه ومش عايز يفتح، ولكن هو بيستخدم القوة الخارقة بتاعته بيقدر ان هو يفتح باب الخزانات كلها. وبتقول له انت بقى معاك القدرة ديت منين؟ وبيقول لها والله ديت حاجة طبيعية. ولكن اثناء ما هو ماشي بتعزمه على حفلة عيد ميلادها وهو بيقعد بقى يظبط نفسه ويروق على حالته، وبيكون سيدو محضر له هدية عشان يديها لصديقته طبعا تيشي. ولكن اثناء ما هو داخل بيلاقي اصدقائه برضه بيتنمروا عليه وبيقولوا له انت جيت هنا تاني، وبيقول لهم ان تيشي هي اللي عزمتني النهارده على حفله عيد الميلاد. ولكن اثناء ما هو بيتنمروا عليه هو بيستخدم القدره الخارقه اللي عنده وبيقدر ان هو يدمرهم كلهم. وبيكون داخل الحفله مع صديقته تيشي وبتساله بتقول له انت جبت القدرات الخارقه ديت منين، وهو ما بيكونش عايز يقول لها عشان سيدو قال له ما تقولش لحد على القدرات اللي عندك. ولكن اثناء ما جده بيكون قاعد في البيت بيتفاجئ بان البيبان بتاعته بتفتح وبيدخل عليه الكائن الغريب بيدمره وبيقول له ان انا عايز الكرة السحرية اللي هو اداها لابنه جوكو. ولكن الكائن الغريب بيدمر البيت على دماغ سيدو، وبيكون جوكو قاعد مع صديقته تيشي وبيقول لها تسمحي لي بس اروح اشوف سيدي. ولكن اثناء ما هو رايح بيلاقي البيت متدمر وبيلاقي سيدو بيقول له ان انت لازم تروح للمعلم روش وتقول له ان الكائن الغريب جه وقدر ان هو يحصل على اول 3 كرات، وان هو لو قدر يحصل على ال7 كرات هيدمر العالم كله. ولكن اثناء ما هو خارج بيتفاجئ ببومر وبتكون عايزه تاخد منه الكره السحريه وبتقول له ان في شخص غريب هجم عليا واخد الكره بتاعتي. ولكن هو بيقول لها ان الكره اللي معايا فيها 4 نجوم وان الكره بتاعتك فيها 5 فني ماليش دعوه بيكي. ولكن هي بتقول له انني معايا جهاز بيقدر يتحكم وبيعرف مكان الكرات السحرية فممكن نستخدمه، ولكن انت لازم تساعدني. وبيمشوا هما الاتنين مع بعض وبيتفقوا ان هما يقفوا ضد الكائن الغريب. ولكن اثناء ما هما موجودين في المكان دوت بتعرف من الجهاز بتاعها ان في كرة سحرية في البيت دوت. ولكن اثناء ما هما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا بمعلم فنون قتالية بيهاجم جوكو وبيقدر ان هو يتغلب عليه عشان بيكون محترف جدا في الفنون القتالية. ولكن جوكو بيعرف ان دوت المعلم روشن وبيقول له ان سيدي بيقول لك ان الكائن الغريب قدر ان هو يهجم عليه ويدمر البيت وكان جاي عشان ياخد الكرة السحرية. ولكن المعلم روش بيقول له ان احنا لازم نجد الكرة السحرية اللي معانا، وبالفعل بيقدروا ان هم يجدوا اول كورتين من الكور السحرية علشان يقدروا ان هم يوقفوا الكائن الغريب. ولكن الكائن الغريب بيكون قدر ان هو يوصل لرابع كورة وبيكونوا هم رايحين عشان يدوروا على الكور السحرية الباقية ولازم يلاقوا. ولكن اثناء ما هم ماشيين بيتفاجئ جوكو بتيشي وبتكون بتتعلم الفنون القتالية وبيقول لها انت مخبيه عليا ليه بقى اللي انت بتتعلمي الفنون القتالية. ولكن اثناء ما هم راكبين الدراجة النارية بتاعة بومر بيقعوا في قلب حفرة غامضة وبيلاقوا شخص دوت وبيكون
اسمه لورد، ولكن هي بتقول له عايزاك تنقذنا او تيجي معانا عشان نلاقي الكرة السحرية، وبيقول لها ماشي انا اقدر اجي معاكم وانقذكم، عشان بيكون معاه زي جهاز كده للتعقب على البترول، وبيقدروا ان هم يوصلوا ويحددوا مكان الكرة النارية، وبيتفاجئوا بان الكرة النارية على جهاز وبيكون في بركان غامض، فبيقرروا ان هم يروح، وبيقدر جوكو ان هو يحصل على الكرة النارية الرابعة. ولكن اثناء ما هم بيتدربوا بيكون طبعا المعلم روج بيدربه على القوة المخفية اللي عنده، وبيقدر جوكو ان هو يقدر يوصل للقدرة اللي عنده. ولكن اثناء ما هم راكبين العربية بيكون الكائن الغريب قدر ان هو يوصل للسبع كور السحرية وقدر ياخدهم، والمعلم روج بيقدر ان هو يروح. ولكن المخلوق الغريب بيقدر ان يتحكم في السبع كور، وبيقدر ان هو يدمر جزء كبير جدا من كوكب الارض. ولكن هما بيكونوا وصلوا ليه وبيدخلوا فيه في العربية، وطبعا الكائن الغريب بيقعد يحضر الكور عشان يدمر كوكب الارض، ولكن هما بيدخلوا فيه بالعربية بتاعته وبيقدروا ان هما يبوظوا التجربة بتاعته. ولكن طبعا اثناء ما الكائن الغريب بيكون رايح عشان يواجه جوكو، وبيكون طبعا جوكو رايح عشان يواجهه، ولكن بيقول له الكائن الغريب ان انت كمان 5 ثواني بالظبط كوكب الارض هيحصل عليه الغيام، وان انت هتتحول لمخلوق غريب جدا وهتتحول وهتكون خاضع ليا. وبالفعل بيقدر جوكو ان هو يتحول لكائن غريب جدا، ويكون بومر معاها كرة سحرية، فبيقول لها صديقتها لورد اداله وبيديلها الكرة السحرية اللي معاه، وبتقدر ان هي تاخدها وتجري علشان بولما مساعدة الكائن الغريب ما تقدرش تاخدها. ولكن طبعا بيكون المعلم روش بيكون الكائن الغريب قضى عليه، ولكن بيتفاجئوا بوجود جوكو بتحول ولسه هيروح عشان يقتل المعلم روش. بيقول له ان انت لازم ترجع لوعيك تاني وتفتكر ذكريات سيدك، وهو بيقول لك ان انت لازم ترجع لوعيك عشان تقدر ان انت تهزم الكائن الغريب والمخلوق الغريب. وبيفتكر كل الكلام اللي سيدو قاله له، وبيقدر ان هو يرجع تاني لجوكو زي طبيعته، وبيقدر ان هو يواجه الكائن الغريب بقلب القوة الغامضة اللي معاه. ولكن الكائن الغريب بيكون معاه قوة خارقة جدا، وبتكون بومر بتحاول ان هي تهرب من بولما مساعدة الكائن الغريب. ولكن طبعا هم جزء الكائنات بيقدروا ان هم يدمروا في بعض، ولكن طبعا بتكون بومر قدرت ان هي تاخد منها الكرة السحرية. ولكن اثناء ما هم رايحين بيتفاجئوا بان جوكو هو والكائن الغريب بيتحدوا مع بعض عشان يدمرهم هما الاتنين في بعض، ويقدر جوكو ان هو يقتل الكائن الغريب وما يخلوش يحتل العالم. وبالفعل بيقدر ان هو ينتقم من الكائن الغريب ويرجع كوكب الارض تاني لطبيعته. ولكن اثناء ما هو خارج بيتفاجئ بان المعلم روش وقع على الارض وشكله كده هيموت. ولكن هو بيقول لهم ان احنا ممكن عن طريق السبع كور اللي معانا نجيب الكائن المخلوق اللي كان هيستدعيه الكائن الغريب، ويقدر ان احنا نتمنى منه امنية، وان هو يقدر يرجع لنا المعلم روش على قيد الحياة تاني ويقدر ان هو ينقذه. ولكن بالفعل بتفاجئوا بان المعلم روش رجع تاني لطبيعته ورجع تاني زي الاول وصحى، وبيقول له ان انا كنت بحلم بحلم غريب جدا وان انت قضيت على الكائن الغريب وسيدك بيقول لك شكرا جدا في الحلم. ولكن هو بيدخل على صديقته تيشي وهي بتتعلم الفنون القتالية، وبيدخلوا في علاقة حب، ومن هنا بينتهي فيلمنا.